هما الغدا ديالي واحد الحوسه في الفران مشرمله على حقها وطريقها. درتها بالصلصه الحمراء اللي كتجي فواكه البحر، كتجي رائعه. درتها لكم اليوم بكميه قليله اللي تقدروا كلكم توجدوها. خليكم معايا باش نعطيكم الطريقه. بسم الله على بركه الله. هنا غادي نوجدوا الشرموله. عندي هنايا واحد الربيطه مخلطه بين قزبر ومعدنوس اللي قطعتها هكا رقيقه. عندي واحد 5 حتى 6 الفصوص ديال الثومه، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال التحميره، راس معلقه ديال الخرقوم. عندي هنا راس معلقه ديال القزبور يابس مطحون، معلقه صغيره او نص معلقه صغيره ديال البزار، معلقه صغيره ديال الكمون. عندي هنا الزيت البلديه. المهم ترميله ديال الحوت. عندي عصير حامضه او نص حامضه على حسب نتوما واش كتبغيو الشرموله تكون حامضه ولا لا. الشرموله تكون بهذا الشكل هذا. غادي نخليها جانبا وغنجيب الحوته. انا هنايا هاد الميركادونا شريت منها حوته، قلت لها نقيها ليا، شدتها طيرات لها الراس. بصراحه ما كنتش بغيت تطير لها الراس، جيت للدار تفاجات بان الراس ما كاينش، هو الراس راه هو الحوته. صافي ما عليناش. المهم انا خديت هنا حوته ديال كيلو و200 غرام. هاد الحوته فيها كيلو و200 غرام، ومني تنقات اكيد كتبقى فيها ديك الكيلو. كنشرملوها مزيان بهذا الشكل هذا. كنحاول ندخل فيها الشرموله في دوك الشريطات اللي درت فيها وفي الكرش ديالها باش كتشرمل مزيان. النوع ديال الحوت اللي خديت انا هو الكوربينه، وانتم كتاخذوا النوع ديال السمك اللي كيعجبكم. كنغلفها مزيان بالورق ديال الفرن وبابي الومنيوم. هنا غندوز نصاوب الصلصه الحمراء ديال فواكه البحر اللي كتجي مرافقه مع هاد الحوسه. درت الزيت البلديه اكيد كترافقنا في هاد الوصفه من الاح حتى الزيد. شويه من الشرموله اللي خليت، وكندير فيها شويه ديال الكروفيت. كندير فيها دوك ميخيونيس اللي ديال الفواكه البحر. المهم نتوما كديروا اللي بغيتو، ديروا اللي متوفر عندكم. صافي من بعد ما تشحروا حيدتهم. هذيك التشرميله اللي عندنا في المقله زدت عليها شويه ديال الازير. من بعد كنزيد هنايا واحد 6 حبات ديال المطيشه مطحونين، وتنزيد معلقه ونص كبيره ديال مطيشه الحك. وهذيك الشرموله اللي بقات ليا، شوفوا الشرموله كيفاش كتجي زوينه ومشرمله مزيان معطره مزيان هكا. خاصها تكون كنخليوها حتى كتلبى وما كيبقاش فيها الماء. كنضيفوا لها فواكه البحر ديالنا. كنحاولوا نجهدوا العافيه باش ما تطلقناش الماء بزاف، غير كتشرب لينا كتولي بهذا الشكل هذا. صافي كنحيدوها ونخليوها جانبا حتى نبغيو نحطوا الطبق ديالنا. هنا راه طابت لي الحوسه ديالي، غادي نقدمها في الطبسيل انا. من بعد غادي نحيد لها هذا الورق. والصراحه صعيب باش تحيد لها هذا الورق، تهرست ليا واحد شويه. وغادي نرافقها بهذاك الصلصه ديال فواكه البحر بالجناب. شوفوا كيفاش ملبيه ومعلكه ما شاء الله. هاد الحوته راه كتجي بنينه. اغلبيه كنديروها غير في العراضات، يعني كتكون كميه كبيره. اليوم حاولت نقدمها لكم كميه صغيره. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. تلاقاو